بشوف الجمال في حاجات كتير، سيبي كل ده اعمل حاجه بجد مجنونه جدا. يعني انا دي مش شخصيتي طول عمري عامه كشخص، بحس ان انا غريبه يعني مسفت. نوت هي الهه السماء عند القدماء المصريين. قولي 3 كلمات بيعبروا عن نوران البنان، هيبقوا ايه؟ 3 فقط. مجتهده، بشوف الجمال، ومحبه. ممكن دلوقتي بعرف نفسي كصانعه محتوى وصاحبه براند بعمل فيه اعاده تدوير للملابس. اشتغلت كذا شغلانه منها مع جوزي. دي كانت اكتر شغلانه مؤثره، وهي بقى اللي بنيت عليها اللي انا عملته بعدين. يعني فتحوا لي بقى عالم من المنتجات المحليه والحرف اليدويه والتراث، حاجات عمري ما سمعت عنها، حاجات بقيت انترستد فيها جدا. وانا كنت برسم، فلاول مره يعني معاهم رسمت على الهدوم. ابتديت بقى بالصدفه اتعرف على حاجه اسمها استدامه في الملابس. يعني ايه ما تشتريش من موضه سريعه، ويعني ايه اصلا موضه سريعه. وانتوا كجوزي كنتوا بتؤمنوا قوي بموضوع الاستدامه ده، ان انتوا بتحافظوا قوي على مش الحرفه بس، وان هي بيزنس وان هي تتباع، لا، ان الستات دول يكونوا مبسوطين مرتاحين في بيتهم وبيشتغلوا حاجه. فهي دي الاستدامه. كنت كل شهر اخد المرتب بصرفه في جوزي عادي جدا. يا لبس مستعمل، اللي اكتشفت فيه اصلا نفسي. يعني اكتشفت فيه حاجات، يعني براندز عمري في حياتي ما سمعت عنها. لبس غريب ومختلف بيعرفني على البلد. يعني مثلا بونشو ميد ان بيرو، وفي نقشات معينه، حاجات ميد ان انديا مش عارفه فيها تطريز معين. فده كمان كان زي مدخل ان انا اتعرف كمان على ثقافات مختلفه من خلال اللبس ده. يعني كانت حاجه اعمق من ان انا بشتري بس لبس رخيص من الوكاله. يعني ممكن اقصقص، اعبر عن نفسي باللبس. يعني ودي حاجه انا بعملها من زمان، بعبر عن نفسي باللبس. وانا كنت بجد شخص يعني خجول جدا. يعني اكتر حاجه جريئه بعملها هي اللي انا بلبس بس لبس مختلف. يعني دي اجرأ حاجه. فسبت كل حاجه وقررت ابدا بقى من الاول وجديد وادور على نفسي تاني. موضوع السوشيال ميديا ده الحقيقه كانت حاجه يعني بره الكومفورت زون بتاعي لدرجه مخيفه، لدرجه ان انا كنت ببوست بجد واللي هو بعمل كده مش عايزه اشوف بقى ايه رد الفعل. كان تحدي لنفسي، بس عملتها عشان اثبت لنفسي حاجه، اثبت ان انا اقدر. ما كنتش حاطه في حسابي ان انا هبقى انفلونسر، او ما كنتش اصلا حاجه بتضحك ان انا ما كنتش شخص على الانترنت على طول. يعني مش بقلب بقى وبفولو ناس وكده. يعني يمكن اليوتيوب كان الكومفورت زون بتاعي من زمان، بس بدات قلت انا هصور نفسي وانا بشتغل. كانوا اهلي ساعتها بيحاولوا اللي هو يدعموني. طيب انت مش عارفه انت عايزه تعملي ايه؟ خلاص بصي احنا هنأجر لك الورشه دي، انقلي فيها كل الكراكيب بتاعتك بتاعت الاوضه دي وانطلق فيها. طب ده بيخليني اسالك سؤال بقى المهم. هما كانوا شايفينك ازاي واصحابك كانوا شايفينك ازاي؟ حاسين انه دي حاجه كده وهتعدي وان شاء الله هتبقي بتعملي حاجه تانية؟ نزوة. ايوه نزوة. حاجه زي كده. يعني كان ايه اللي حصل ساعتها؟ اهلي كانوا شايفيني ازاي واصحابي كانوا شايفيني ازاي. هو اصحابي كانوا قدي، فاحنا كنا دريمرز. يعني انا لما كبرت فهمت الناس الصغيره بتفكر ازاي. عندهم باشن رهيب وانرجي فظيعه واحلام ومخهم مش في الحقيقه شويه. ودي حاجه بتبقى حلوه لان هم بجد للاسباب دي بيحققوا المستحيل. اهلي كانوا شايفيني مجنونه فنانه عادي بقى، ما احنا اتعودنا عليها بتعمل حاجات غريبه وكده. بس دايما كانوا بيسالوا اسئله: انت بتعملي ده ليه؟ ايه ده؟ فين البيزنس؟ انا بقى كدريمر ماليش دعوه بالكلام ده خالص. فكل واحد كان شايفني بمنظر، وانا بتاثر قوي رغم السلف اكسبريشن الرهيب ده. انا فعلا شخص حساس وبيتاثر. فطول عمري في مخي يعني نفسي ارضيهم او اسمع كلام حلو. نفسي فاليديشن من الناس اللي انا بحبها. يعني من الحاجات اللي انا بعملها اللي انا بحبها. يعني هو بالانس غريب وصعب برضو ان هو يتحقق. يعني ايه اللي خلاكي تروحي تقولي انا عايزه اعمل دي؟ يعني ايه اللي كان تريجر؟ ايه اللي كان خلاكي تقولي لا هو ده دلوقتي وهروح اعمل كده بصرف النظر عن النتائج؟ بصراحه مش انا خالص، ثيرابي اكتشلي اللي خلاني اعمل كده. في الوقت اللي كنت يعني حاسه ان انا بعمل حاجات كتير، بس انا ما عنديش جوايا، ما فيش حاجه بتحسسني ان انا راضيه عن نفسي او مبسوطه باللي انا بعمله. الدكتور اللي كنت بروح له هو اللي شجعني اعمل حاجه بجد مجنونه جدا. يعني انا دي مش شخصيتي. يعني ممكن اكون متسرعه وشويه ساعات ببقى امبالسيف، بس لا، دي مش شخصيتي خالص. مش شخصيتك انك تنطي بره الكومفورت زون خالص. هو اللي قال لي سيبي كل ده، انا شايف فيكي حاجه او كده. كنت بقعد اقول يعني ايه؟ يعني اسيب فعلا كل ده؟ طب هعمل ايه؟ يعني هخلق حاجه من العدم؟ انا ما كنتش بؤمن بنفسي، بس كنت عايزه حد ياخدني يقول لي اعمل ايه في حياتي. ممكن نقول ان الانسان دايما في معظم الاحوال يعني كبني ادم بيستيق فاليديشن. حد بس يقول له انا شايفك وبقول لك انك انا شايف شغلك حلو او بحب اللي انت بتعمله. نفسي اخرج بره الحته دي
وانا حاسه انا قطعت شوط كبير في الحته دي، ان انا ما اسمعش الكلام الناس واشوف انا فعلا رايي في نفسي ايه. بس لغايه دلوقتي في شخصيتي الحته بتاعت انه قولوا لي انا شايفيني ازاي، ايه ده فعلا انا كده ماشي، اذا انا كده. بس طول عمري عامه كشخص بحس ان انا غريبه، يعني مسفت. عشان كده سميت الاكونت لما عملته في 2018 ده مسفتس. حسيت اللي هو اي حد غريب ومختلف والناس دايما بتقول عليه غريب يدخل هنا. يعني طول عمري حاسه ان انا مختلفه. فلما بدات كنت اي اكسبكتد الموضوع، لان اصلا في دوايري الصغيره وفي عيلتي كانوا مستغربين من موضوع الباله ده والشراء، وكانوا اهلي واخدينها بطريقه بيرسونال قوي، اللي هو طب انت الناس هيقولوا ايه يعني، واحنا مش عايزين يعني مش بنديكي فلوس تشتري لبس جديد يعني، ما تقوليش لحد. طيب بعدين مثلا ينبهروا قوي بحاجه انا مشترياها مستعمله تحفه، بس بقى ما تقوليش بقى لو حد سالك ما تقوليش. او مثلا في الشغل كنت بشتغل قبل جوزي في الايجنسيز وكده، فحد يسالني ده منين، فاقول لها، فهتجرأ شويه اقول دي من الوكاله، فتبص لي بطريقه she lost interest. ايه يعني ايه؟ لا بجد لا، انا كنت حاسه فعلا الموضوع غريب جدا ساعتها، ان انا من الناس القليله اللي اتليست في الدوائر بتاعتي اللي بتعمل كده. بس دلوقتي اختلف خالص، يعني دلوقتي الموضوع. طب انت حاسه ان انت كنتي سبب في الاختلاف ده؟ يعني ولا في نفس الوقت، يعني دايما بحس يعني التاثير اللي انا بحس اللي انا عملته اكبر مني بجد، يعني ما كنتش متخيله الموضوع كده. ودايما لما بدي نفسي كريدت بتوتر، بحس بس انا مش قصدي، ربنا هو اللي حطني في السكه دي، انا كان قصدي بس اعبر عن نفسي، كان كلها اسباب سلفش يعني او انانيه. بس بصراحه رد سؤالك، ايوه حاسه ان انا قصرت اتليست في العلن، يعني في كسوشيال ميديا، لان كان في ناس كتير قوي بتعمل اللي انا بعمله بس بيخبوا بسر مش عارف ايه، او مش بيعرفوا يعبروا عن الموضوع بالطريقه اللي انا عبرت بيها. يمكن انا عندي السكيل او المهاره ان انا اعبر عن الموضوع ده، وحد واحد بس في مصر هو اللي كان بيعمل كده. بسنت بالتفصيل كان عندها يوتيوب شانل، كانت بتعلم الناس الخياطه، كانت بتعمل فيديوهات عن الخياطه، كانت بتجيب حاجات من الوكاله وتعمل لها اعاده تدوير. فبسنت دي كانت البايونير في الموضوع ده. فدي يمكن مش ما كانتش شبهي، بس كانت بتعمل حاجه فعلا شجعتني ان انا ايه ده، طب ما في حد هو بيعمل، طب ما اعمل انا كده. وكانت يعني متميزه قوي على يوتيوب. وكان في كومنتس بتجيلي اللي هو انا بشتري من زمان، بس ده انا مره قابلت صاحبتي في الوكاله بصينا في عين بعض وعملنا نفسنا كل واحد عشان سر الناس بجد شايفاه وصمه عار. احنا هنا عندنا في بلدنا الناس دايما بتتفاخر انا جبت ده وعملت ده ولابسه براند ايه ومش عارف ايه، فمعنى اني عملت كده يبقى انا اكيد لا معيش فلوس، او ايه اللي حصل يعني، حاجه في منتهى يعني ايه ده. انا حاسه ان انا كنت سبب ان الناس تريليت وان الناس تفهم اكتر، وطبعا ما تبقاش مكسوفه تعبر عن نفسها، وما تبقاش مكسوفه تعبر عن نفسها في حاجات كتير بقى، مش بس الزباله، في حاجات مختلفه بالزبط. وطبعا هو جين زي، يعني انا ميلينيال، انا 92، جين زي بقى انطلقوا لان هم كمان حاسه هم مختلفين قوي عننا، احنا شويه ماشيين جنب الحيط، ما طلعناش اتليست في السوشيال ميديا سابقين. بالظبط، هم بقى خلاص يعني هم اعتقد ممكن يلوك اب تو نوران، ممكن فيسبقها او مش يسبقها، ياخد اللي هي عملته ويبيلد عليه حاجات ريليتابل اكتر لناس بتتابع اكتر سوشيال ميديا. يعني انا كنت فخوره جدا 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 باللي انت عملتيه، لانه انت كنت من الناس اللي من كتر ما انت مصدقه انت بقيتي قلبا وقالبا بتعبري عن اللي انت مصدقاه. يعني انفلونسر موجوده في الحياه وبقت اي حد بقى اسمه انفلونسر، بس انا بحب كلمه مؤثر بالعربي علشان ده فعلا اللي انتي بتعمليه. في بقى الابسايكلينج والناس الاستدامه، وانه الناس يا جماعه بلاش استعملوا البلاستيك، يا ناس يا جماعه حافظوا على البيئه ارجوكوا، طب استخدموا اللوكال براندز او اشتروا من اللوكال براندز، طب ما ترموش مش عارفه ايه، طب حاولوا تستخدموا حاجه انتوا اكتر من مسج واكتر من طريقه. اللي كان بيبهرني برضو في الطريقه بتاعتك انك دايما عندك الحته بتاعت انه انا بحب الحاجات القديمه اصلا. دي حاجه تانية، بحب الحاجات اللي جايه من التراث بتاعنا، انت بتستعمليها عشان انت حباها. ما ده كان اتهام at some point. أيوة. انت عايزه تبقي مختلفه ولا ايه؟ احكي لي عن الحته دي، واحكي لي عن الحته بتاعت انه او الجزء بتاع انه انت وانت بتستخدمي المزيكا انت مشهوره برضه في الحته. ايوه دلوقتي انت مش قصدي ان انا نشرتها، بس بجد هو انا عامه ماما خريجه معهد موسيقى عربيه، فهي عندها الحته دي. هي جيل يعني قولي كانت شباب مثلا في الثمانينات، فممكن عادي اغاني الثمانينات، لا هي بتحب الحاجات القديمه. وانا فاكره دايما واحنا بنكبر كل يوم لازم اذاعه الاغاني الصبح،
وبرنامج مش عارفه ايه وجدتي كمان كانت ساكنه تحتنا. وكمان انا كان قبل ما نجيب دش كان في الاول خالص وانا بكبر كان قناه اولى تانية تالتة نايل تي في، حاجات بسيطه، فكنت بتفرج على كل حاجه القناه دي بتوفر، منها الافلام القديمه اللي هي الساعه 1 على القناه الاولى مش عارف ايه. يعني اعتقد كل حاجه من الحاجات دي اثرت في حبي للاغاني والافلام القديمه، وبقت جزء مني، يعني بقيت بتكلم زيهم، بقيت بحب كل حاجه قديمه وكده. لما طلعت على السوشيال ميديا كنت عادي بعبر برضو على الحاجات اللي انا شايفاها عاديه، ما كنتش شايفاها عاديه قوي لان اصحابي كانوا اللي قدي كانوا دايما حاسين ايه ده انت عمري شفت حد كده قدنا، يعني بتتفرجي على حاجات قديمه وكده وبتسمعي اغاني. لما ببقى في عربيه مع بابا واحده صاحبتي مثلا ومشغل واقول له يا انكل ده بيجي الساعه كذا، ده محمد فوزي مش عارفه ايه، فيستغرب ايه ده، انا عمري شفت حد قدك يا بنتي بيسمع الحاجات دي. فعرفت بقى ان الموضوع مختلف، ده مش عادي، ده مش زي بيتنا يعني. حسيتي ان ده يعني اثر بطريقه ايجابيه ولا سلبيه في شغلك واللي انت بتعمليه واللي بتقدميه للناس؟ بطريقه بوزيتيف، هي اكنها عززت قوي البيرسونال براندنج بتاعي اللي انا ما كنتش قصدي اعمله. لما بدات شويه يبقى عندي فولورز، حاجه يعني بسيطه في الاول، رحت اخدت ورشه كونتنت كرييشن، فاللي كانت بتدي الورشه دي شاورت عليا وقالت يعني مثلا نوران مثلا الاستاتكس بتاعتها كذا، الفيجوالز كذا، الاغاني القديمه. فانا بصيت كده قلت ايه ده فعلا بيرسونال براند، انا ما كنتش واخده بالي يعني. فالناس برضو كانت مستغربه وحاسه انه حاجه مختلفه، وكان في ناس بتريليت ايه ده انا كنت بسمع ده ومامتي كانت بتحب مش عارف ايه. وبعدين بقى الموضوع بقى ترند وكله بقى يسمع اغاني قديمه. دلوقتي هل في وقت من الاوقات حد اقترح عليكي انه نشتغل مع بعض وهو بعيد خالص عن اللي انت بتعمليه واضطريتي توافقي، او غيرتي خالص الفكره بحيث انها تبقى متوافقه معاكي؟ وهل حد رفضتي تماما؟ على كل ده للاسف يعني دي حاجه انا كنت بعاني منها، ان انا يس بيرسون بوافق على كل حاجه واي حاجه. يعني موضوع الاوت اوف ماي كومفورت زون ده فتح معايا جدا، بقيت بغتنم اي فرصه تجيلي بوافق وخلاص، رغم ان هي ممكن تكون بعيده عني او مش مريحه، او الشخص اللي طلب اصلا مش حاساه مش شبهي. يعني فضلت اول 3-4 سنين فضلت بجد اوافق على اي حاجه وكل حاجه، بس فعلا تعبت. بس لا خلاص دلوقتي بقى بقيت وصلت مرحله ان انا فعلا لو حاجه انا مش مرتاحه ليها او مش شبهي او ما عنديش طاقه ليها، يعني موضوع الطاقه ده ما عنديش طاقه ليها، برفضها خالص، او بحط الرولز بقى بتاعتي. يعني انا كل ما بتعرف اكتر وكل ما السوشيال ميديا بريزنس بتاعي بيزيد، كل ما بعرف اقول يعني احط الرولز بتاعتي. يعني الناس تبقى عايزه مثلا تشتغل معايا انا وتغير الحاجات على حسب انا عايزه اعمل ايه، بيثقوا فيا. يعني دي حاجه طبعا كبيره وجميله. يعني هل ممكن الناس تقترح عليكي افكار لحاجات تعمليها وانتي بتروحي تعمليها فعلا وحاسه انها بتأد ليكي، ولا لا ده دايما كلها حاجات انتي اللي بتفكري فيها مثلا وبتعمليها وتشوفي الفيدباك هيبقى عامل ازاي او هترفلكت على الناس ازاي؟ يعني انا لما سبت كل الشغل والناس اللي انا بشتغل تحتهم، يعني اكتشفت ان انا كشخص ببقى بطلع كل الابداع اللي عندي لما بشتغل لوحدي. هو كل شخص ليه طريقه في الشغل معينه، في ناس بتعرف بجد يعني اكتر شغل بيطلع حلو لما بيشتغلوا في تيم ورك وكده. انا لا، انا بحب اشتغل لوحدي عشان الافكار الحلوه ما يبقاش فيه شكوك، يعني يبقى فيه اصوات كتير تخليني مشوشه. لا، بحب اعمل يعني افكر في حاجه واعملها، بس في نفس الوقت بحب اسمع جدا يعني. وبحب لو في فكره ما عجبتنيش ادخلها واخرجها، يعني الشخص يقعد يحكي لي واقول له وما اعملهاش عادي جدا. الافكار مسيرها بتخلص، او الواحد بيوصل لحته سد كده، بيبقى عنده ايه اسمها بيسموها ايه، فقدان شغف، او يعني جفاف فني. يعني بيحتاج بجد حاجه ترفرش كده افكاره. ارت بلوك بالظبط. احكي لنا بقى عن نوت وظهرت امتى وليه ظهرت وعايزه منها ايه؟ هو موضوع نوت بدا ازاي؟ انا طول عمري انتو فاشن، فاخدت يعني اتعلمت خياطه واشتغلت معاكم وعرفت حاجات كتير وجربت ستايلينج موديلز ومش عارف ايه، ورسمت على الهدوم وعملت كده. فانا كنت عايزه هعمل بيزنس. طب ايه البيزنس اللي بالفاليوز بتاعتي؟ فقلت انا مش عايزه اعمل براند من العدم، يعني مش عايزه اجيب قماش جديد واصنعه
مجرد حاجات شكلها حلو والناس تشتريها، لا انا عايزه اعمل حاجه فعلا ليها قيمه. يعني عايزه اجيب الهدوم كلها القديمه واجدد فيها والناس تشتريها من اول وجديد. الناس ما تعرفش انه بجد في اراضي كامله مليانه هدوم مرميه، هدوم ممكن تبقى سليمه او يعني فيها لسه ممكن تتلبس، بس من كتر ما الماركات بتنتج كميات مهوله من اللبس هو فعلا فاض عن احتياج البشر يعني. فانا كنت عايزه اخد الهدوم دي وابتدي اصلح فيها واعيد تدويرها وابيعها من اول وجديد. طبعا هي فكره طبعا مجنونه يعني، بس ايه الجديد؟ ما انا كل الحاجات اللي عملتها دي اوت اوف ماي كومفورت زون ومجنونه وكل حاجه. بدات في الاكونت بتاعي كنت بعمل كاستمايزد اوردر، يعني اللي هو لو حد بعت لي حاجه ممكن ارسمها له. كنت بشجع ناس قوي اللي هو لو عندك بقعه انت ممكن ترسم عليها وتداري البقعه دي. لما كنت في الوكاله مره دي بقى الفكره طلعت من كده، لقيت بنطلون ماركته حلوه، الكواليتي بتاعته تحفه، لونه فظيع، كل حاجه فيه حلوه بس فيه بقعه. قلت يا خساره، ومسكت الماتيريال كده قلت يا خساره ومشيت وسبته. وبعدين قلت ثانيه واحده، مش فاكره كنت بشتغل في جوزي ساعتها ولا لا، قلت ثانيه واحده انا برسم على الهدوم. عملت بقى ايه كالكوليشنز في دماغي كده، انا برسم على الهدوم، طب ما الرسم ممكن انا الوحيده اللي ممكن اساعدك. ايوه. وبعدين البياع كان بيبيعها يعني بفلوس ولا حاجه، فقلت ده ايه ده بيزنس كويس يعني. فبدات اقول للناس انا ممكن اكستمايز، هاتوا لي لبسكم المبقع، يا ريت لو طبعا لو سليم ماشي، بس لو مبقع يبقى احلى، احنا كده نبقى انقذناه. وقعدت حوالي 2 بعمل بس الاكونت بتاعي كاستمايزد اوردرز على قد كده، املا بقى ان انا في يوم من الايام يبقى عندي براند، وان انا فعلا ابيع بقى للناس البيسز اللي انا برسمها بس. بس حصل لي بقى مشكله، يعني ان انا زي ما قلت لك انا بحب اشتغل لوحدي بس، فكنت بشتغل كل حاجه لوحدي، وحصل لي مشكله في ايدي، ان الاعصاب بتاعت ايدي وكده، فما بقتش عارفه حتى اديت ولا ارسم. فوقفت في حته كده اللي هو يا رب، طب انا وصلت في حته حلوه وبقيت معروفه وخلاص هزق وهعمل براند، طب ليه يحصل لي كده؟ وكنت في حته بقى دارك جدا، اللي هو انا بعمل ايه في حياتي؟ هبدا من جديد ولا ايه؟ لما بقى عديت دراما شويه وعياط شويه، قلت ثانيه واحده، طب ما انا ممكن اجيب ناس تشتغل معايا، ماشي مش بحب كده قوي، بس انا ممكن ابيع لبراندز بس يكونوا بنفس الفكره، يعني يكونوا بيرسموا او يكونوا بيعملوا تطريز او اعاده تدوير، وابيع لهم واخد برسنتج. ومن هنا مش لازم كل حاجه يعني لان القطعه بتاخد وقت كبير جدا في الرسم، انا هرسم كام قطعه، وحتى لو جبت ناس معايا الموضوع البرودكشن بطء رهيب، يعني انت تشتري لبس مستعمل وتجيبيه وتنظفيه وبعدين ترسمي كل قطعه، معرفش بقى هتديها لحد ولا هترسميها انت، تاخد وقت كبير، وبعدين هنصورها ونأدت، وبعدين هعمل بيها كونتنت على انستجرام، وبعدين احطها على الويب سايت. انتوا عارفين الجو ده، عارفينه. دي اللي هي سلو فاشن اكستريملي سلو. ازاي حد بجد يعمل براند موديل زي دي؟ صعبه وفعلا مش مربحه بجد يعني. وطبعا هي الشغف هي الموتيفيشن فيها، بس ساعات ما بيبقاش كفايه، يعني ساعات بتوصلي لمرحله هي الانجن الوحيده دي حقيقه هذا يعني مش هقول ان هو كومبليتلي مش بيعيش الانسان، انما كل الناس وهي بتعمل حاجه زي كده هي باصه على حاجه. الناس اللي هي الاوتكم بتاع الفاست فاشن في فيري سلو فاشن سستينبل بيحتاج وقت وجهد اكبر بكتير من اي سايكل، اي بزنس سايكل موجوده. فده ملوش علاقه بده، الاوتكم هنا ملوش علاقه بهنا. هنا الاوتكم هنا هيبقى حبك للي انت بتعمليه، وانك بتعمليه اللي انت بتستريحي له وبتعرفي تبدعي فيه. ماشي، بس الحب بقى مش كفايه. ما هو مش كفايه بقى، كفايه خالص. مشكله. ما هو لازم بقى، ما هو حتى لو انا في الاول ما استنيتش اي اوتكم، طب انا بتعب جدا، يعني انا فعلا ببذل مجهود ووقت ومجهود جوه جزء من الايكويشن يعني. بالظبط. انا محتاجه حتى الارتست اللي بيرسم وبيحب الفن وبيحب يرسم محدش سقف له، مش بلاجر بالظبط. طب ما حدش مش هعمل معارض، مش هبيع، هاكل. طب ثواني، لو انا مثلا معيش فلوس انا هفن ازاي؟ ولا الفن بيطلع مش هعيش عشان اعماق الفقر والمعاناه. ممكن في الكليه علمونا كده دلوقتي تجين نعدي المرحله دي. بيجي بقى حاجات في النص بتثبت لي بجد، في حاجات ساعات بتحصل بتثبت لي اللي هو كملي، ببقى في حته داون خالص. ايوه بقى. ايه المرحله اللي انت حسيتي فيها، سواء كانت في المحتوى بتاعك او في نوت اللي قالت لك ايوه بقى ايوه بقى هو ده؟ والله حاجات كتير، انه يجي لنا اوردرز كتير فجاه. في البدايه اصلا لما عملنا لونشنج حاجات كتير قوي وانت اوت اوف ستوك، عارفه اللي هو الماجيكال مومنت بجد بتاعت افلام، لما تلونش الويب سايت الساعه بالليل مثلا الساعه 9 10 بالليل، وتعلني على الناس انا خلاص هلونش الويب سايت وكده، وما يكونش عندك امل قوي، اللي هو
لا في امل طبعا، احنا مبسوطين وكده، بس اكيد يعني هنبيع امتى؟ ما فيش اكسبكتيشنز، وان حاجات تتباع فتقولي ثانيه واحده هو الناس بتشتري الحاجات دي اهي. ففعلا انا كنت صح، يعني انا ممكن يحصل حاجات بقى تحصل زي كده كتير قوي، او فيتشرز يعني ناس تهتم وييجوا مثلا يتكلموا عن البراند، او حاجات بقى طلعت من الفكره دي، ان في منحه كامله بقت الاب سايكلينج، وجابوني عشان انسبيريشنال توك للستودنتس. انا ثانيه واحده واصلا الستودنتس بتوعهم طلعوا ناس جامده جدا وبيعملوا حاجات تحفه. اب سايكلينج بقى في اهول اب سايكلينج اكسبيرينس في السوق. نوت بقى جت منين؟ يعني ليه اسم نوت؟ نوت هي إلهة السماء عند القدماء المصريين. عامة بحس انها مرتبطة قوي بمصريتي وبلدي، يعني من ناحية الثقافة وكده. وبحب قوي المتاحف والمعابد، يعني كارتست كمان كان ده بيشدني فيجولي، يعني بصريا. مش عارفة اسم نوت دايما كان في راسي. كان عندي شنطة من سامي أمين كده، الهاندل بتاعتها اللي هي نوت، إلهة السماء. فأنا من ساعة لما فكرت في البراند كان الاسم ده في مخي، ما اعرفش ليه كنت مرتبطه بيه، بس هو فعلا ريفلكتد في البراند، لانه انا فعلا كنت برسم حاجات كتير قوي ليها علاقه بالفن المصري القديم، يعني الزخارف والعناصر النباتيه والحيوانيه. هي فعلا حلوه قوي وشكلها مرسومه بطريقه مودرن. ايوه، مش بتحسسك انها ايه ده. انا بكره بقى كليشيهات، وبكره اي حجه اتعملت قبل كده. يعني طبعا الانسان مش هيخترع، هو الارت برضو اتعمل كتير قوي. تكوبي قصدك، مش تعمل بك ان انت تكوبي حاجه يعني، او احسها حاجه ترندي فاعملها. ايوه. انا دايما بدور على حاجه بجد مختلفه، هو كده، مش عشان ابقى مختلفه، لا عشان عيني بتحب تشوف الجديد. ليكي انت شالنج. أيوة. ليكي انت بالظبط، مش لاي حد تاني. في حد قال لي كلمه كده عن نفسي، ان هو شايف ان انا شخص بيعرف يطلع الجمال من حاجات ممكن قبيحه كمان، which is ده الكور. والكليه كمان عززتها قوي، ان انا بجد اشوف جمال في اي حاجه حواليا. نوران، لما يجي حد يقول لك ده غاليه قوي او ايه ده، هو دي حاجه مستعمله اصلا. مره كان في حمله ضدي على تويتر دي بتجيب حاجات رخيصه وتبيعها بألوفات. انا I'm open، انا بقول لكم انا بجيب منين ده، انا بروح لوكاله بقول لكم بصوا دي ب 10 جنيه وهبقى عادي. ساعات بلاقي بيسز ببراندز يعني كويسه، انا ببقى عارفه قيمتها وببيعها بسعرها فعلا الاقل. يعني لو دورتوا على مثلا الفينتج ستورز بره او الاماكن بتبيعها بتريسل بكام، هنا اقل بكتير، بس انا ببيع عشان دي بتساعد البراند بتاعتي، مش عشان انا بخدع الناس او مثلا بجيب من مكان مثلا سيكريت وكده. فرديت على الناس قلت لهم يا جماعه والله انا من اول يوم طلعت قلت لكم انا بروح اشتري منين وبكام والالوان نوعها ايه وبجيبها منين، بجد عادي. يعني انتوا ممكن تروحوا تشتروها وترسموا انتوا. لما اجي ابص على لوحه الفنان، انا مش بدفع ثمن الفريم والقماشه اللي مشدوده على الفريم، انا بدفع ثمن الفن اللي محطوط على الشيء ده وسنين الخبره. هو it's a journey، مش موضوع اني اشتريت القطعه، هي الموضوع فيه هو عملنا بيها ايه والشكل طلع عاملها ازاي والمجهود الرهيب اللي اتحط فيها والخامات وما الى ذلك. بس انا بالنسبه لي اتقل جزء فيها هو الارتستيك، لانه انا ممكن الاقي بنطلون حتى جديد قديم مش مهم هو، انما الرسمه اللي عليه لا هي مناسبه ولا هي حلوه ولا هي مبينه اي فن في اللي انا لابساه، هي بس ممكن تكون ترندي، ممكن تكون اي حاجه ومطبوعه وكل حاجه في الدنيا. بمناسبه ترندي كبراند مستدامه، لازم افكر بعد كام سنه بالزبط. الشخص ده هيبقى حابب برضه يلبس الحاجه دي. ده مش بعد كام سنه، ده انت ولادك ممكن مثلاً ياخدوها، لان هي ممكن يكون القطعه من كتر ما الكواليتي بتاعتها كويسه هي هتعيش لاجيال. بالظبط. بس هل الاجيال اللي جايه هتشوف فيها حاجه ولا لا؟ تبقى قطعه تايمليس ملهاش وقت، ملهاش جيل. فعشان كده بقول لك هي مش مجرد براند، هي برضه فكره وستيتمنت كده. ايه اكتر حاجه نوران عايزاها تفضل متعلقه في دماغ الناس بعد سنين طويله؟ يعني لما تفتكر نوران هتفتكر ايه؟ تعرفها بايه؟ في كان بلوزه تلي بلبسها كتير وبقول هي منين، ففي حد راح للست based on الريكومنديشن بتاعي واشترى منها، فقالت له قد ايه انا فتحت خير باب خير والناس بتيجي من الريكومنديشن بتاعي، مع اني انا ما عملتش مجهود حتى. بحس ربنا بيستخدمني. احب الناس تفتكرني بالخير، ان انا بس يعني ان انا ساعدت
في حاجه، اعمل الهدف اللي انا اتخلقت عشانه. ايه الرساله ان انت تقوليها لحد متردد او خايف او ما عندوش شجاعه يمشي في طريق هو متخيله انما مش عارف يشوفه كويس؟ ان بره الكومفورت زون كل حاجه حلوه انت متخيلها، في الاول هتحس باحاسيس مش مريحه خالص، بس اللي هيطلع من الحاجات دي هيبهرك. الناس obsessed او يعني مهووسه بهي شكلها عامل ايه قدام الناس، وبتنسى الهدف الحقيقي اللي احنا فعلا اتخلقنا عشانه. انت مش محور الكون، مفيش حد محور الكون، كل واحد بيفكر في نفسه وشكله، وهو قال الموضوع ده بطريقه معينه، او مش عارفه مين بيفكر فيه بطريقه ازاي، لدرجه ان مفيش حد واخد باله من حد اصلا. فعبر عن نفسك وقول، اعمل كل حاجه انت عايزها as long as الحاجه دي ما بتاذيش حد بس. نوران، انا استمتعت قوي 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 بالحديث دوت او بالانترفيو دي بجد. يعني جو الكلام معانا مع بعض مش أيوة بيخلص. خالص احنا كان ممكن نقعد 3 ساعات تانيين عادي جدا وانتهى الاريحيه، وفي اسئله بالهبل، بس مش عايزه ابقى مطوله بزياده. بس انا انبسطت جدا جدا جدا، حاسه ان هو يعني كده هو عفوي برضو يعني يا ريتهم خدوا الكلام اللي قبلها كمان كنا زودنا. ايوه اللي قبل الانترفيو يعني خلاص كده في 3 ساعات قبل و3 ساعات during اقل حاجه عندنا.